بتشتكي من الارتجاع وبتحس ان انت عندك حرقان في فم المعدة؟ الفيديو ده ليك. انا دكتور محمد رفعت، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، استشاري جراحات السمنة المفرطة. مش كل ارتجاع في المعدة او ارتجاع في المريء او حرقان في فم المعدة هو شوية حموضة او ميكروب حلزوني، وتقعد تروح تلف على دكاترة الباطنة رايح جاي وتاخد علاجات بصفة مستمرة فترات طويلة ومفيش تحسن أو مفيش استجابة للعلاج. ممكن يكون الارتجاع اللي موجود ده نتيجة فتق في الحجاب الحاجز. فتق في الحجاب الحاجز معناه إن في خرم أو ديفكت موجود في الحجاب الحاجز وحصل فيه صعود للمعدة أو ممكن كمان الأمعاء أو بعض من الأعضاء الداخلية سواء القولون أو الطحال أو أيا كان من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة جوه البطن طلعت في الخرم ده جوه الحجاب الحاجز، وده اللي بيسبب الارتجاع اللي احنا بنحس بيه وإحساس الحموضة والحرقان. وده لازم نكتشفه بسرعة لأن مشاكله كتير مع إن علاجه سهل، وممكن نعمل إشعة مقطعية على البطن علشان نشوف حجم الفتق ده قد إيه، الفتق اللي في الحجاب الحاجز، او ممكن نعمل حاجه اسمها اشعه باريوم او جاستروجرافين، نشرب ماده كده ونتصور ونشوف الحجاب الحاجز اخباره ايه وحجم المعده موجود فين بالظبط. لو في جزء من المعده موجود فوق الحجاب الحاجز هيكون مسبب للارتجاع والحموضه، وده بيتم علاجه عن طريق عمليه جراحيه بالمنظار بيتم فيها تسليك المعده اللي طالعه فوق وان احنا ننزلها تاني لمكانها الطبيعي تحت الحجاب الحاجز، ويتم تضييق الفتحه اللي موجوده في الحجاب الحاجز بحيث ان ما يحصلش ارتجاع مره تانيه. وبتكون النتيجه للعمليه دي ملحوظه وبسرعه جدا لان المشكله اللي كانت موجوده اتحلت تماما والمريض بيحس بتحسن في خلال ايام بسرعه. وطبعا عشان العمليه بتتم عن طريق المنظار الجراحي فما بيكونش فيه جروح في البطن كبيره، فالعيان بيقدر يمارس حياته الطبيعيه بسرعه ما بعد العمليه. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات فيما يخص الارتجاع أو حموضة المعدة أو فتق الحجاب الحاجز، ابعت لنا استفسارك أو سؤالك في كومنت أو في رسالة وإحنا هنجاوب عليك على الرسالة أو في الكومنت. وممكن نعمل فيديو جديد نشرح لك فيه الاستفسار بتاعك والإجابة عليه بالتفصيل علشان تستفيد وغيرك يستفيد. ونشوفكم على خير في فيديو جاي.